دايما الحرق المتهم الرئيسي في عدم نزول الوزن. تقعد اي حد انا حرق ضعيف عشان كده ما بخسش، انا حرق دايما اول شماعه بيترمي عليها. طب يا ترى فعلا الحرق كده؟ مبدئيا الحرق هو ايه؟ الحرق هو احنا بنعمل حاجه اسمها بيزل ميتابوليك ريت. جسمك محتاج اي حاجه بياخدها على هيئه طاقه. الطاقه دي بياخدها من الدهون المخزونه في الجسم، ومن السكر الموجود في الدم الجلوكوز، ومن الانسجه الدهنيه والجلايكوجين الموجود بين الخلايا. الحرق هو اللي بيخلينا نستهلك الحاجات دي على هيئه طاقه. فلو حرقك عالي انت بتاخد دهونك تحولها لطاقه، بتاخد سكرك في الدم تحوله لطاقه، بتاكل ما يبانش عليك. لو حرقك ضعيف للاسف بتاكل قليل بس يبان عليك. معنى كده ان احنا فعلا اللي ما بيخسش حرقه ضعيف، ولا هو بيرمي على الكلمه؟ لا، اغلب الناس بترمي مع الاسف. هي دي النقطه. هو عارف عاوز شماعه. طب يا حبيبي انت حرقك ضعيف، طب انت بتعمل ايه؟ والله ده انا ما باكلش، وتلاقيه دابب وعامل ومسوي. طيب تيجي تراجع معاه هو ايه النظام الصحي اللي ماشي عليه او اللي يساعده على الحرق، ما يعرفش. طب حرقك ضعيف عملت ايه عشان تصلحه؟ هو مش عارف ايه المشكله عشان يعرف ايه الحل. هي دي المشكله.